نقل السودان مرارا ملاحظاته وموقفه حول أداء البحث في اجتماعات مجلس الأمن ذات الصلة، كما طالبت الحكومة السودانية بإجراء مراجعة استراتيجية لعمل البعث من أجل تقويم ما سبق من عملها واستشراف مهامها المستقبلية. فضلا عن ذلك، قام السيد وكيل وزارة الخارجية المكلف بزيارة إلى نيويورك في أبريل عام 22 سلم خلالها أعضاء مجلس الأمن وسكرتارية الأمم المتحدة ملاحظات السودان على أداء البعث إلى جانب خارطة الطريق لتقويم مسار عملها. لكن المؤسف أن طبيعة عمل وإدارة البعث لم يطرأ عليها تغيير، ومن المهم الإشارة إلى أن الأوضاع الحالية التي يمر بها السودان خلقت تغيرا جوهريا في الظروف التي استدعت طلب إنشاء البعث من جانب السودان. إن البعث بشكلها الحالي وبأدائها المعروف الذي قيمته السلطات السودانية أصبح لا يلبي تطلعات شعب وحكومة السودان، ولم تستجب لأولويات الانتقال السياسي، بل وسعت لتنفيذ أجندة خارج تفويضها. وعليه أرجو أن أنقل لمجلسكم الموقر قرار حكومة السودان بالإنهاء الفوري لعمل بعثة يونيتامس لأسباب موضحة في رسالة من السيد وزير خارجية السودان إلى الأمين العام التي بعثت إليه اليوم. وأود أن أؤكد لكم مواصلة حكومة السودان في الانخراط البناء مع الأمم المتحدة لما يخدم مصلحة السودان بشأن آلية مناسبة جديدة تلبي الاحتياجات والمتطلبات في ظل الظروف التي يمر بها السودان. وسيقوم وفد سوداني رفيع بمقابلة الأمين العام وبعض أعضاء مجلسكم الموقر ذوي الصلة في الأسبوع المقبل لبلورة هذه الفكرة ومناقشة تفاصيلها على خلفية اجتماع السيد رئيس مجلس السيادة بالسيد الأمين العام على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في سبتمبر الماضي. ونذكر هنا بالمبدأ الأصيل في نجاح آليات الأمم المتحدة، وهو موافقة البلد المضيف. شكرا سيد الرئيس على صبركم.